اليوم اسولف لكم اغبى طريقة غش سويتها بالامتحان، ويا ريت ما مسويها. بس قبل لا نبدا بالمقطع اريد منكم نوصل 15,000 لايك، وادري بيكم ما راح تقصرون. وبدون ما اطول عليكم ندخل بالموضوع. فد مرة كان عندنا امتحان انجليزي، وانا بوقتها ولا طقه كل شي ما دارس. فاكو طالب ويانا بالشعبة هالقد ما شاطر بالانجليزي، احس ولادته بنيويورك مو بالعراق. المهم قلت ماكو غير حل، لازم اجيب هذا الطالب واخليه يقعد يمي حتى يرد لي بالامتحان. اتذكر كان اسمه محمد. انتظرت تصير الفرصه، وبس دق الجرس طلعنا. كان اطلع وياه من الصف وظليت اتمشى وياه بالساحه ونسولف ونشاقه. بعدين شفت السوالف والشقه ما تجيب نتيجه وياه، قلت لازم ارفع مستوى اللي واقف فول. فاخذته للحانوت واشتريت له شيبس وعصير ونساتل، بحيث اخوي الصغير ما مشتري له هالقد. وحتى ما اخليه هو يطب لي الازدحام مال الحانوت ويشتري، خاف يختنق او يزعجوه. عاد ايش عبالكم، انا اطب قاتل على موده واشتري له على حسابي هم مشتري. حج المهم خلصت الفرصه ودق الجرس الامتحان، فقلت له محمد اليوم اريدك تقعد يمي لان انا شويه ما دارس زين. بلكة ترد الفراغات صح وخطأ منا ومنا، يابا بس اريد اجيب درجة مال نجاح وخلف الله عليك. بهاي الاثناء هو بعد ياكل بالشيبس والعصير مالتي اللي اشتريتهن اليه، قلت بس ما يقبل يقعد يمي اخذهن منه. المهم الولد قبل وقال ما يخالف تدلل، وقلت هم زين الحلويات غزرن بيه. دخلنا للامتحان وقعدنا بنفس الرحلة والامور حسب ما خططت الها. فاجانا المدرس ابو الانجليزي وبيدا الاسئلة. اول ما دخل وقفنا سلمنا عليه، كان يباع قال له محمد تعال اول رحلة وانت منتظر ترجع بالاخير. خلانا واحد بالشمال وواحد بالجنوب، يعني محمد لو يدز الغش برسالة هم ما يوصل. بوقتها انا قاعد احل بالاسئله وما ضايج على الامتحان، مقهور على الحلويات والنساتر والشيبس اللي ضاعن بالبلاش. يعني انا بالقوه قنعت الولد يجي يقعد يمي واشتري له وداري واتلوق له. تجي انت ابو الانجليزي بلحظه